بعد المبيت بمركز آيت محمد، قافلة آيت بوغماز تستمر في المسير على شكل قطار بلا نهاية. فما هي المحطة المقبلة يا ترى؟ صوت المغرب العميق من أعالي الجبال إلى أقصى السهول يطالب بحقه في حياة كريمة وفي عدالة تضمن له الاستفادة من خدمات الدولة على قدم المساواة مع باقي المواطنين. لا أحد يرضى بالتهميش تحت سقف وطن نحبه جميعا ويأوينا جميعا. لذلك من الواجب إعادة النظر في السياسات التي كرست هذا التفاوت وإنصاف من صبروا طويلا على هامش التنمية والاهتمام. ومن كل حدب وصوب، مسيرة دواوير أيت بوغماز العظيمة تواصل مسيرتها الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي، متحدية الصعاب ووعورة المسالك الطرقية الهشة، ورغم التعب والإرهاق وطول المسافة في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملا الخنيفرة، في سبيل إيصال صوتها إلى المسؤولين، يقولون بصوت مرتفع: إننا مهمشون في بلد المونديال. أبان المحتجون عن عزيمة قوية وإصرار جماعي على المضي قدما حتى تحقيق مطالبهم العادلة، وعلى رأسها فك العزلات وتحسين البنية التحتية وتيسير شروط العيش الكريم في بلد الفوسفات وجوج بحور. المسيرة المباركة التي انطلقت صباح أمس عرفت تفاعلا واسعا من قبل فعاليات مدنية وحقوقية وسط صمت رسمي وغياب شبه كلي للمنابر الإعلامية الوطنية، والذي يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الاستجابة لهذه الصرخة القادمة من عمق الجبال، عمق المغرب المنسي. مسيرة التهميش التي تقوم بها قبائل بني ملال تؤكد فشل الحكومة ومنظوماتها ومشاريعها، وقد تكون له آثار سلبية لو قررت كل المناطق المهمشة الخروج في مسيرات مماثلة.